ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. يلا مع بعض نعمل النهارده كيك التفاح بالقرفة. حلوة قوي وسهلة قوي، هتظبط معاكي جدا حتى لو اول مرة هتجربيها. محتاجين لتفاحتين اي لون، احمر او اصفر مفيش مشكلة. هناخد التفاح هنقشره وبعدين بالمبشرة بقى بالناحية الواسعة وابشريه بالشكل ده. هناخد التفاح المبشور وهنحطه بقى في بولة كده ونضيف له معلقتين كبار قرفة ومعلقتين كبار سكر بودر. قلبي بقى التفاح بالقرفة بالسكر كده كويس لحد ما يختلطوا ببعض كويس، وبعدين هنضيف لهم إضافة بقى اختياري شوية عين جمل أو لو فول سوداني أو أي نوع مكسرات ضيفيه ليهم، وهنقلبهم مع بعض ونركنهم بقى دلوقتي. في بولة بقى اللي هنعمل فيها الكيك هناخد 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، ولو البيض طالع من التلاجة على طول حطيه في شوية مية من الحنفية واركنيه 5 دقايق بس لحد ما يبقى بدرجة حرارة المطبخ. هنضيف لهم معلقة صغيرة فانيليا باودر أو سايلة مفيش مشكلة، ومعلقة كبيرة خل أبيض. وهنبدأ بقى نضربهم لوحده كده، البيض لما بيتضرب لوحده كده بيدي نتيجة أحسن من إنه نبدأ بضربه مع السكر. ضربناه لوحده الأول وبعد كده ضفنا له كوباية سكر واستمري في الخفق. بعد كده دقيقتين كده وضيفي الإضافة اللي بعد كده اللي هي كوباية لبن. كوباية لبن بدرجة حرارة المطبخ أو تكون دافية بسيط، ونضربها دقيقتين وبعدين نضيف نص كوباية زيت ونستمر في الضرب. بعد كده بقى المكونات الجافة. المكونات الجافة كوبايتين ونص دقيق هنحطهم على كذا مرة، ما تحطيش الدقيق مرة واحدة. حطي واضربي كويس لحد ما الدقيق يختفي خالص نحط الكمية التانية. فأنا حطيت كده كوبايتين، باقي النص كوباية الأخيرة بقى هضيف لها معلقة بيكنج باودر ونص معلقة بيكربونات ومعلقتين نشا كبار. هنقلب بقى كل ده مع بعضه كده وبعدين يتنخل ونقلبه بقى مع باقي المكونات. كده حطينا بقى كل المكونات الجافة، قلبتهم بقى كده وبعدين نخلتهم وضربت بالمضرب. دي آخر كمية في المكونات الجافة. فبالسباتولا بقى كده نزلي كل اللي على الجوانب وهاتي بقى قلبي من تحت لفوق كده يكون في أي حاجة متكتلة تحت أو متركزة تحت من الدقيق، وبعدين اضربي بالمضرب دقيقتين كمان وخلاص. القالب اللي استخدمته حطيت فيه سمنة وبالفرشة كده ودهنته كويس، وبعدين حطيت فيه معلقة دقيق كبيرة وبطنته كويس بالدقيق. انا بحب القالب ده قوي في الكيك، بيدي الكيك شكل حلو والسوا بتاعه جميل قوي. حطيت فيه بقى الاول تلتين الكيك كده، وبعدين ضفت التفاح اللي هو بالقرفة والسكر وكده، الخلطة دي اللي عملناها. وزعيها بقى كويس كده في القالب او في الصينية بتاعتك، وبعدين بقى هنحط فوقيها التلت الأخير من الكيك، الكمية الباقية كلها، وندخلها بقى الفرن تسخنيه قبليها ب5 دقايق على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. بعد 40 أو 45 دقيقة هتطلع بقى بالجمال ده. هتقلبيها على طبق التقديم. شايفة بقى شكلها سواها حلو جدا وطالعة ما شاء الله ارتفاعها حلو وهشة كده من جوه. كيكة حلوة قوي قوي، هتعجبك قوي لو عملتيها. انا زينتها بقى بصوص ابيض كان عندي، لو تحبي تزينيها بصوص كراميل او تسيبيها ساده كده مفيش مشكله. ودايما التزيين ده رؤية شخصيه ليكي، يعني ممكن تزيني باي حاجه عندك وتقدميها بقى بالف هنا. زي ما بقولك طالعه هشه قوي وجميله، وطعم القرفه مع التفاح مع عين الجمل فيها. لا طالعه حلوه قوي قوي وبألف هنا. ولو عجبتك الكيك بتاعتي النهارده اعملي لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي، ونتقابل تاني في وصفات حلوة كتير. وباي باي.